يعني ليه خايف ان هو يقول لك لا؟ طب ما لو قال لك لا ما تطلع له اليونت ب 10 مليون ببساطه. شفت بنت حلوه قوي وانت خارج كده ونفسك تقول لها انت زي القمر وما قلتلهاش فهي ما ردتش، ده عادي. بقى if you didn't ask the answer is always no. لو انت في اي حاجه في حياتك نفسك فيها وما سالتش عليها عمرها ما هتيجي. لو في اي ابروتش في الدنيا عايز تعمله البيزنس وما عملتوش عمره ما هيجي. لو في اي اكتيفيتي معينه عايز تعملها عشان تكسب فلوس كتيره وما عملتهاش عمرها ما هتيجي. ما لو في اي حد انت عندك استعداد او عندك فكره او عندك اي ابروتش ناحيته ان هو يعمل معاك بيزنس وما سالتوش ما مش هيعمل. if you didn't ask the answer is always no. فانت كل اللي محتاج تعمله في حياتك ان انت تاخد بس الانيشيتيف بتاع ان انت تسال، الانيشيتيف بتاع ان انت تتحرك. حتى لو الاجابه لا صباح الفل، انت مش محتاج يبقى الاجابه عشان نعمل حاجه معينه، انت بس محتاج تسال، انت بس محتاج يبقى عندك انت الخطوه الاولى. مش محتاجين يبقى نقعد نفكر في ايه رد الفعل وهيقول لي ايه، ومش يمكن اقول له يقول لي غالي ويمكن تقول له يقول لك انت ريل استيت ايجنت وعندك 2 يونت ب 10 مليون ويونت ب 150 مليون والكلاينت قاعد قدامك، فانت سالته في يونت عندي ب 150 مليون ايه رايك؟ يعني ليه خايف ان هو يقول لك لا؟ طب ما لو قال لك لا ما تطلع له اليونت ب 10 مليون، طب انا خلاص عندي واحده ثانيه ب 10 مليون، ما يمكن يقول يا اخي وتبقى بعت يونت ب 150 مليون. ولو قال لا ما انت في السيف سايد، انا عندي يونت هنا ثانيه ب 10 مليون وانت مش بتكذب، انت بس عندك طموح للاكتر. if you didn't ask the answer is always no. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا وتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.